السلام عليكم، وياكم حسين انجل. اليوم حبيت اشوفكم البوم فينش اللون العسلي. مثل ما تشوفون هذا اللون العسلي، طبعا انا عندي من اجمل الالوان بالبوم فينش. طبعا النورمال ما قاصر، بس العسلي بعد يكون اجمل واحلى. طبعا هذا ذكر وانثى، منتجات كاملات. اكثر من مره انا ماخذ من عندهم المنتجات، طيور حلوه نظيفه ما بيها اي مشاكل. طبعا بالنسبه للبوم فينش تقدر تكاثره، ماكو اي مشكله، ما بي كل الدايات، تقدر تخليه هو يتكاثر، خاصه اذا ارتاح بالمكان، سويت له اجواء صحيحه، الطير راح يتكاثر بطريقه كل صحيحه، حال الفنجز العادي. بس اذا كان بهدد او فشي راح شوي يصير عندك صعوبه، مو مثل باقي الطيور. طبعا بالنسبه البوم فينش طير هادئ راكد، ما بي اي مشاكل، ما عنده بسرعه ينتج. اهم شيء يكون لازم تعرف الذكر من الانثى اذا حبيت تزوج وتطلع انتاج. الذكر والانثى طبعا ما لنا بالفروقات، الفروقات احنا كمربين الجدد ما راح يعرف بالفروقات، بس بعض المربين لا، يباوع على الطير يعرفه ذكر او انثى من خلال تربيته لهوايه فينشات وهوايه طيور مره عليه، فراح يقدر يعطي الفروقات بالنسبه للذكر والانثى. بس اذا تريد انا اخلي لك المرحله سهله بالنسبه اذا تريد تعرف الذكر من الانثى بالنسبه للبوم فينش. ما علينا بالحزام اللي يصير بالصدر والرقبه يكون اثخن واضخم ومدري شنو، هذا الشيء احنا نعرفه، بس باقي المربين الجدد ان شاء الله هم راح يتعلمون مثل ما احنا تعلمنا. فهذا الموضوع يراد له تركيز اكثر من مره حتى تقدر توجد هذا الشيء. أنا أفضله إنه زيد تلقى الطيرة من الفحل، وهذا الشيء سريع وأسرع من عنده ماكو. تعزل الطيرة عن الفحل مدة ساعة أو ساعتين، راح تلقى الفحل يقرأ قراية مستمرة ولا راح يسكت نهائيا، فراح يثبت عندك هذا ذكر. والأنثى ما راح تقرأ نهائيا غير بس تصيح، مستحيل راح تقرأ. الفحل راح يظل يقرأ مستمر حال الفنجز، وشيء طبيعي كلش. بالنسبة تجيني هواي أسئلة على البوم فينش شلون يصير ويا الفنجز، لأن هو قريب عنه كلش. طبعا أكو هيك شيء مو ماكو، بس هذا الإنتاج يراد له وقت. يعني بالنسبة إذا تريد تذب على فنجز فحل أو طيرة ذبة ماكو أي مشكلة، يعني يصير تزاوج بطريقة صحيحة وماكو أي مشكلة ويطلع الطير. بس هذا يراد له وقت، تضحي عليه موسم كامل حتى يتوالفن، وحتى هناك راح يقدر تنتج من عنده. هذا الشيء. تحياتي، وياكم حسين انجل، مع السلامة.